اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن قصة حقيقية. القصة دي بتحكي ان هي كانت في كفر النجعانية. القصة دي طويلة جدا، هقسمها لكم على مراحل. هقول لكم اول جزء منها، ولو عجبكم ممكن انزل لكم الجزء التاني. ما تنساش تصلي على النبي، وهات لك حاجة كده كيس شيبسي او ساقع، ويلا بينا. القصة بتبتدي، واحدة بتحكي بتقول: انا اسمي صباح، عندي 40 سنة وما اتجوزتش، وده كان كفاية يخلي أهلي وكل الناس اللي حواليا شايفين إن في حاجة غلط. مش بس كده، ده بقى موضوع كل قعدة وكل زيارة وكل كلمة، لدرجة إني بقيت بكره أسمع كلمة جواز أصلا. في يوم كنا قاعدين أنا وأمي في البيت، لحد ما الباب خبط. قمت فتحت، لقيت أم حسن، ست كبيرة وصاحبة أمي. دخلت وسلمت وقعدت، وبعد السلامات والكلام العادي بدأت تفتح نفس الموضوع اللي زهقت منه، اللي هو الجواز. حاولت أتحمل لكن ما قدرتش، فقلت هقوم أعمل شاي، ودخلت المطبخ. مش عشان الشاي، عشان أهرب. وأنا واقفة بحط المية على النار، سمعت صوتها وهي بتقول لأمي بصوت واطي: اللي صباح فيه ده مش طبيعي، البنت حلوة وجميلة وألف راجل يتمناها. أمي ردت بقلق: أمال إيه السبب يا أم حسن؟ سكتت لحظة وبعدين قالت جملة خلت جسمي يقشعر: أكيد معمول لها عمل. إيدي وقفت في مكانها وقلبي دق بسرعة. أمي قالت بخضة: يا لهوي، مين يعمل كده في بنتي؟ دي طيبة وبتحب الخير للكل. أم حسن ردت: ولد الحرام كتير ومحدش بيحب الخير لحد. أمي قالت: طب والحل؟ أم حسن قالت: نروح لعرفات، هو الوحيد اللي يقدر يفك العمل. أمي قالت: الراجل ده محدش بيرتاح له في البلد، وسمعته مش كويسة. أم حسن قالت: ملناش دعوة بسمعته، احنا عاوزين نعرف صباح معمول لها عمل ولا لأ. أنا دخلت عليهم بصينية الشاي وحاولت أبين إني ما سمعتش حاجة، لكن جوايا كان بيغلي. وفجأة الباب خبط ورحت فتحت، كان أبويا راجع من الغيط. دخل وسلم، وأول ما شاف أم حسن قال: أهلا يا أم حسن. قعد وهي قامت تمشي، وقالت لأمي: عاوزة حاجة أجيبها لك. أمي شكرتها ومشيت. أول ما خرجت أبويا بص بأمي وقال: سبحان الله، الست دي عمري ما ارتحت لها. أمي قالت: ليه بس؟ دي غلبانة وبتسأل عليا دايما. هز راسه وسكت ودخل الحمام. وأنا قعدت مع أمي، بصت لي وقالت: يا صباح يا بنتي، انت جميلة وطيبة ومفيش زيك، ومع ذلك محدش اتقدم لك. قلت لها وأنا مخنوقة: يا أمي دي قسمة ونصيب. قالت: طبعا، بس ربنا ذكر السحر في القرآن. بصت لها وقلت: عاوزة توصلي لإيه؟ قالت: أنا هكلم أبوكي ونروح لعرفات، يمكن يكون في حاجة. سكت لأني تعبت من الكلام. وأبويا خرج من الحمام، لقاني زعلانة، قرب مني وقال: مالك يا صباح؟ قلت: مفيش، ودخلت أوضتي. وهو سأل أمي: في إيه؟ قالت له: اقعد يا حج، عاوز أقول لك على حاجة. وبدأت تفتح الموضوع، وأبويا اتعصب وقال: سيبك من التخريف ده. لكنها أصرت في الآخر ووافق، رغم إنه هو مش مطمن. وأنا كنت ساكتة مش عشان موافقة، عشان تعبت. أمي كلمت أم حسن واتفقوا على تاني يوم. الليلة دي ما نمتش، كل ما أغمض عيني أشوف كوابيس. تاني كوابيس. بعد العصر أم حسن جات، وأمي قالت لي: جهزي نفسك. دخلت غيرت وخرجنا، بس جوايا كان في إحساس غريب، كأني رايحة لحاجة مش هترجعني زي الأول. وصلنا قدام بيت عرفات، وقفت وبصيت للباب. من غير ما أعرف ليه حسيت إن الباب ده مش باب بيت، ده باب خطر. أم حسن خبطت على الباب، وبعد لحظات الباب اتفتح، وظهرت ست كبيرة وشها مليان تجاعيد، وعينيها واسعة بشكل يخوف. شعرها أبيض ومنكوش. وأول ما بصت لي رجعت خطوة لورا. أم حسن قالت: ما تخافيش يا صباح، دي سعاد أخت عرفات. الست فضلت بس لي شوية، وبعدين قالت بصوت خشن: عاوزين ايه يا ام حسن؟ ام حسن قالت: عاوزين عرفات. سعاد ابتسمت وقالت: اتفضلوا. مسكت دراع امي وانا خايفة، ودخلنا المكان من جوا، كان شبه المغارة.
ضلمة والحيطان سودا والبخور شغال، لكن ريحته مخنقة. قعدنا وسعاد دخلت جوا. بصيت حواليا وقلت ايه المكان ده يا ام حسن؟ قالت ما تخافيش يا بنتي، دول ناس غلابة. قلت لها لا، الفقير مش بيكون بيته كده. وفجأة خرج راجل شكله مرعب، جسمه نحيف ولحيته مش مترتبة وعينيه ثابتة عليا. أم حسن قامت وقالت ازيك يا عرفات؟ وأنا وأمي وقفنا. أم حسن بصت لي وقالت ده عرفات اللي هيشوف لك العمل. عرفات قرب مني خطوة، وبعدين خطوة تانية، لحد لما بقى قريب. حسيت بنفسه وريحة غريبة طلع منه. رفع ايده ناحية وشي. اترعبت وما قدرتش اتحرك. بص في عيني وقال لي بصوت واطي لو حابين اكمل لكم الجزء التاني يا ريت تدعمونا بلايك، وانتظروا بكرة ان شاء الله الجزء التاني.